يا بطيخه، شم اللي انا شماه، حاسه بريحه حاجه كده وشم ريحه حاجه كده داخله علينا. شماها الورق والكراريس والسبلايز والحاجات. شهر 9 يا جسمي اشعر. انا بقى عايزاكي تقولي لي يا فراوله، شهر 9 كان دخلته عامله ازاي عليكم وانتوا في جين واي كده؟ بصي والله يا بطيخه اللي انا فاكراه، ما اعرفش ليه احنا كنا معاقين، كنا بنبقى مبسوطين. انا كنت ببقى مبسوطه والله وانا رايحه المدرسه. كنا بنقعد نجيب بقى الهدوم، كان عندنا الكرافات اللي هي بتروحي شدها باستك كده وتقعد عارفاها. كنا حتى نشد السيفون ونجري. مش عارفه ليه، بس فكنا يا اما بننزل المحل نجيب مثلا الحاجات، يا اما لو ناقصه مثلا او لبس المدرسه في سكيرت او الدرال او كده، كان ممكن الامهات على ايامنا يعني ماما كانت ممكن تعمل لي حاجه، وكان في حاجات بنجيبها جاهزه، فكنت ببقى اكسايتد قوي للمدرسه وببقى حابه لبس المدرسه واقعد اجيب التوك والشرابات وكل الحاجات. تنويه بس عشان انا عايزه افهم حاجه، انت بتقولي في حاجات كنا بنجيبها جاهزه، ده كلامك على اللبس؟ معنى كده ان الحاجات التانية متفصله؟ ايوه، ما اللبس نفسه كان في حاجات منها جاهزه وفي حاجات متفصله، يعني ممكن القميص يبقى جاهز بس مثلا لو سكيرت او كده كانت ماما تعملها عادي، ممكن هي اللي تخيطها لي. تجيب القماشه الرمادي وتديني السكيرت بتاعت المدرسه هي اللي تفصلها. مش زي دلوقتي. لا طبعا احنا دلوقتي انا بالنسبه لاولادي احنا بنروح المحل اللي تبع المدرسه لازم ونروح طبعا نشتري منه لبس المدرسه اكيد. بس وكنا طبعا لينا سفريه جامده جدا لبورسعيد، نجيب شنطه المدرسه والاساتيك واللانش بوك، كان فيه كوبايه اللي هي بتطبق، كان في كوبايه كده بتبقى عامله زي الايس كريم وبتطبق وتبقى عامله سيركل كده، عارفاها، عايزاها تفرديها مش عايزاها تقفليها، وفكرتها انها بتبقى صغيره في الشنطه عشان بقى تشربي ميه او كده، والزمزميه دي السبلايز بتاعتكم. بس الاكل كان في كيس عادي يعني، ما كانش في لانش بوكس ولانش باك والكميه اللانشات اللي في السبلايز كانت بسيطه يعني كيس وممكن ترجعي بيه تاخديه تاني يوم لو يعني. انا سمعت الموضوع ده ان كان في ناس لازم ترجع بالكيس البلاستيك. فاحنا كنا بنبقى اكسايتد قوي وفرحانين بدخلة المدرسه. بس فين اللانش بوكس بتاعنا؟ نعم، هناكل ايه النهارده؟ ودي كانت الحاجات لازم طلعت بورسعيد، ونحضر الهدوم وكله جديد بالشرابات بالتوك بكله. الله، انتوا بقى ايه؟ ايوه انا افتكرت دلوقتي. انت فرحانه ليه؟ ما كانتش ايام لذيذه على فكره. ما هي وانا صغيره احنا كنا فرحانين بس لما كبرنا حسينا انها ما كانتش لذيذه. لا انا العكس بقى، يعني انا حاسه وانا صغيره بقى ونروح المدرسه وطبعا لحظتي الحلوه وانا اشتري انا تمام مبسوطه. أيوة. لكن هنلبس ونروح واصحى بدري بقى ويقعدوا يقولوا لي واتس يور نيم وما تصدعونيش. يا حرام. بس لكن لا يعني كنت بحب فقره الشراء دي قوي، بس احنا برضو على ايامينا ما كانش اسمها سبلايز، يعني احنا من جين زي طيب، فما كانش في الورقه الحلوه دي اللي بشوفها دلوقتي. هي على فكره السبلايز دي غير مبرره لاني بصرف على المدرسه، هي مش فكره اساتيك وكراريس وجلاد وبتاع، لا ده مناديل يعني حاجات اللي هو انا مش جايه اصرف على المدرسه، على فكره يعني انا بدفع مصاريف. دي كانت السبلايز دي اللي هي المناديل والحاجات دي. كنا في الكيجي ما كل عيل ياخد مناديله معاه وخلاص مثلا، ما تقرفوناش. انا ببقاش نديهم وايبس، انتوا مالكم؟ مش عارفه ايه الارقام؟ انتوا مش بتاخدوا مصاريف مناديل اللي عايزينها؟ مش عارفه والله. وبعدين عارفه اللي بيغيظني ايه؟ ان انا اسال ولادي بعدها هي مش يقول لي ما دخلت التويليت وما كانش فيه مناديل. ايه ده انا جايبه 20,000 جنيه مناديل قلبي، ده مكتوبه في السب، هو انا محدش جاب غيري ولا ايه؟ شكلها كده. انا طب بجد والله انا بتسأل، يعني بياخدوا الحاجات دي بيلموها ويبيعوها في سوق الجمعه؟ ما هو مش طبيعي، بس بيلموا كميه حاجات. لا هم اكيد بيستهلكوا الحاجات دي كتير، بس انت مش عارف تحط فلوسهم تبع مصاريف المدرسه وخلاص، يعني مش فاهمه ليه انا اقعد في اوروبا والدول المتقدمه اعتقد انهم بيحطوا مناديل من عندهم. انا مش عارفه يعني، يلا ما علينا، ربنا يرزق يعني الاهالي برضو بتجيبي عيالهم. كنت بتجيبي بقى اللبس نفسه برضو جاهز جاهز، ما كانش عندنا حاجه تفصيل، كنا بنجيب من المدارس ومن سوري المحلات وكده. بس احنا كان في سنين انا ما كنتش في مصر، فعادي المدرسه فيها كل حاجه، الكتب بس ليها يوم لوحدها كده، والباص بقى لازم يعرف بيتنا وبتاع، وبتحصل خناقه كده في الاول ما بين دي معروف بابا دي معروف خناقه الباصات دي. يا نهار وبتاع، بس
بس هو عمو سعيد ربنا يكرمه فضل يصلنا كتير، فهي كانت خناقه اول سنه وخلاص. ده انا بنتي دخلت المدرسه من اولى ابتدائي وخلصت مثلا اهو ثانويه عامه خلاص خلصناها، كل سنه لازم، لا ما تبقاش سنه سعيده، لازم خناقه الباص في الاول. انا عارفه المشرفه وعارفه بتاعه اداره الباصات وكله، لازم يعني يجرى لنا حاجه، لازم نتخانق على المواعيد، لازم نتخانق على حاجه، اللفه مش مظبوطه في حاجه. مش عارفه ليه هي دايما كده سيئه السمعه. هو الباص ده حوار بيعمل حوارات فعلا. انا على ايامي كان بابايا بيوديني ويجيبني الصراحه، ده في المدرسه، وانا صغيره كان بابا بيوديني ويجيبني، ما كانش بيحب موضوع الباص عشان كان بيحسوا فعلا لفه كبيره جدا يعني. شابوه العم. والله. لكن دلوقتي لا، نظرا لظروف الحياه وان الاب والام الاثنين بيبقوا دايما مشغولين والمواعيد وكده، يعني بابا كان عنده شغل برايفت بتاعه كان بيعرف يظبط على ميعاد مروح المدرسه. لكن دلوقتي ميعاد المدرسه مثلا الاولاد بيخلصوا 2:30 او 3:15، طب انا بخلص شغلي 4:30. اعمل ايه؟ سريع. انتظر بقى ساعتين خلي العقبال ثانيه واحده. فطبعا البث شيء ضروري واساسي، بس ده ما يمنعش ان لازم الخناقه السنويه طبعا. والا تتنحس السنه. لما موجود المدرسة هيفوتنا. بس المدرسة قولي لي يا بطيخ، كانوا في المدرسه بيوزعوا عليكم وجبات؟ ايه ده؟ احنا كانوا بيوزعوا علينا وجبات فعلا. بس انا وجباتي كجان واي غير وجبات اختي مثلا كجان اكس. جان اكس كانوا بقى بيدخلوا لهم، يعني اختي وهي صغيره كان بيدخل لها، بسمع يعني صينيه فيها كوبايه لبن بيضه مسلوقه، معلش ما تتقرفيش يعني، نفسي الناس تشوف وشك مساجين قوي. لا بس هي الفكره ان كان في اكل صحي. احنا على ايامنا وانا في المدرسه صغيره يدخل والله راجل معاه كرتونه بقى شيبسي ونبقى الله. ويقعد بقى انتوا جيل الانهيلثي. يرمي لنا اكياس شيبسي ويفتح بقى يجيب بقى سباتة البيبسي اللي هم بيبقوا ازايز، وتلاقي بقى هوبا تشخ 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 بيفتح بقى الازايز ويوزع علينا بقى متسع. وساعات يبقى كيس برضو في مثلا رغيف عيش كده كايزر يعني، ومثلا واحدة جبنة لافاش كري ولا حاجة كده عشان تحطيها جوه العيش الكويس بالظبط. بس فساعات بتبقى كده وساعات كده، بس لا ايام اختي كان الاكل بجد هيلثي يعني، كانت بجد لبن موزه حاجه فاكهه حاجات كده. احنا بقى كنا بناخد في سناننا، خد يا ابني الكيس ده وما تكرفش. ولادي ما حدش بيعبر يعني خلاص بقى، لا اللي عايز ياكل ياكل ومش عايز ياكل البلد خير اقل. لا خلاص بقى ما تقرفوناش، ما تيجي باكلك. عارفه ليه؟ انتوا على ايامكم كان في كانتين؟ طيب ايوه طبعا. لا اله الا الله. طب انا قلت يمكن بيشغلوا الكانتين. كان الكانتين كنت بجيب البيبسي بربع جنيه والشيبسي كيس الشيبسي بربع جنيه. انا نيش يعني مش والله. وما كبرت شويه الموضوع غالي بقى، ده بنص جنيه وده بنص، فبقى بجنيه بتشبرق زي الفل كيس شيبسي وبيبسي. كتير والله. كتير الارقام اللي بتقولي عليا دي هيجرى لي حاجه. لا بعد الشر مفيش جنيه دلوقتي بيعمل اي حاجه. طيب قولي لي، يعني انتوا كنتوا غالبا وما بيجيلكوش اكل؟ انا معلش اريح. مش بقول لك البلد. طب ولما جيتي تخشي الجامعه هل كان في نقله في حاجه في التحضير للجامعه؟ يعني كنت ايه وانتي داخله الجامعه يا بطيخه؟ حلوه قوي ان انا اللي بجيب هدومي مش بيتوزع عليا الهدوم الجميله. ايوه بتروحي بقى بهدوم شبه بعض مش يونيفورم. دي النقله الجميله في حياتي. واستغنينا بقى عن حوار الباص ده، بقى بابا هو اللي بيوديني ويجيبني. لا شابول بابا بقى مش ما شفتش. النبي الاهالي دي تعبانه معايا يا حرام. وفكره بقى ان انت ايه رايحه بقى الجامعه وكده وبتاع، وناس غريبه كتير في الحقيقه عشان مدرستي كانت بنات بس. فايه ده في كائنات عايشه معانا في الكوكب، لا اله الا الله. انا كنت بنات وولاد يا بطيخ، ولما جبت ولادي لا دخلتهم بنات وولاد برضه. مع البلد اللي انا كنت فيها ما كانش فيها حرام. خلاص عرفتها. اقول ما انت حرام دلوقتي البلد دي انطلقت خلاص. يلا كان على ايام يوم فقر اللي مكتوب لها يلا ما عليك. بس على فكره عادي الناس كانت عايشه في حياتها وكده، بس انا مش يعني ما حبيتش الجو ده. بالنسبه للاكل بقى يعني انا رجعت للحوار اللانش بوكس ده ايام الجامعه. ايه ده؟ وكنت بتاخديه ايام المدرسه؟ لا ايام المدرسه لا، بغضب عليه طبعا معروف. كنت ايام كده عشان خلاف يا جنزي. ما كنتش عايزه ازعل امي. كنت اخده، ولو السندوتش حلو يعني كنت باخدها، بس لا عاده الصراحه كنت مقضيه وقتي في الكانتين. اوكي يلا الله يمسيها بالخير. ففي الجامعه بقى خدتي معاكي انا وكنت انا اللي بعمله لنفسي.
كنت بصحى الصبح اظبط حالي وكده. اسمها اتربيتي بقى. صح اتربيتي في الجامعه. بس بصراحه تهذيب واصلاح. معروف عن جامعتي ان هي اجمد فود كورت في الجامعات اللي كانت موجوده وقت ما انا دخلت يعني. ده حقيقي. فطبعا سبت اللانش بوكس. حاولتي سنه كده وبعدين رجعنا هو ترم مستان. لا رهيب، كان في حاجات حلوه وبتاع، وكل يوم بقى لحد ما ساعتها الفلوس اثرت، فبابا راح جايه كورونا، راح قال لي احسن اقعدي كل يوم في البيت، اقعدي في بيتكم بقى ماشي. يا بس وبعدين رجعت للفود كورت بقى، كانت الدنيا كلها قفلت عشان كورونا، اتحسدنا. والله. لا انا وانا في الجامعه كانت برضو التجهيزات هي هدوم ويلا بينا. جامعتي كانت عملي، فانا كنت اغلب الوقت جينز وتيشيرت وشعري ضفيره علشان بندخل نشتغل على طول، فما فيش اي مجال بتاعت العمل. ايوه. لا انا كانت ضفيره. البنايه بقى بتاعتكم ده موضوع تاني. احنا كنا ضفيره. لانش بوكس لا، انا كنت باخد في المدرسه عكسك، ما كنتش باخد في الجامعه. لا كنا بناكل اي حاجه من اي حته، نادرا ما كنت اخد معايا اكل من البيت. فاعتقد هذه الفروق التي بيننا. يلا نعمل الخلاصه. يلا بينا. الستات على اخرها مستنين اي فرصه ويهربوا من مسؤولياتهم. الخلاصه بقى بالنسبه للمدرسه ان زمان الهدوم كانت متفصله وجاهزه، دلوقتي مفيش خالص متفصل، كله جاهز. بالنسبه للسبلايز بتاعت جين واي كانت بسيطه كده وطيبه، انما سبلايز جين زي شريره وكتيره قوي. والاكل كان زمان بيتوزع في المدارس عشان هما كانوا سبلايز بتاعتهم طيبه، لكن احنا عشان سبلايز بتاعتنا شريره ما يوزعولناش اكل. والجامعات بقى احنا اتفقنا فيها ما لقيناش فيها اختلاف طبعا، كمرحله جديده مبسوطين بهدومنا الجميله اللي مش يونيفورم، والاكل اللي احنا بنجيبه من بره براحتنا. باي باي يا فراوله. باي باي يا بطيخ. اشوفك السنه الجايه بقى، ربنا يكمل السنه دي على خير.